السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى اخوات؟ يا رب تكونوا بخير في اتم صحة وافضل حال. حبايب قلبي بصوا بقى معانا كمية كده من الليمون. هنعمل ان شاء الله اسرع ليمون كده مع بعض، هيبقى بطريقة حلوة. معايا طبعا الحوض نضيف، انا غسله كويس جدا. اعمل بقى اسد كده الحوض بتاعي. تمام، وهبدأ انزل بقى نص كمية كده أو هنزل بيها كلها. بصوا الليمون ما شاء الله كمية حلوة أوي. وبصوا ما شاء الله الليمون نضيف يعني. عاملة عليه كده الحوض. الناحية التانية نحط حلة. تمام، هنعمل بقى أسرع ليمون لأن احنا طبعا مفيش وقت. أنا كنت عاملة قبل كده على فكرة ليمون والهنا والشفا يعني بتاكل. طبعا نقيته بقى كده ايه وسط على كبير شوية يعني زي ما انتوا شايفين كده اهو. اللهم بارك. دي كمية ان شاء الله هخليها بقى في جردل لاني مش هتنفع مع الفلفل في برطمان عادي. ماما انت هتعملي كده من الليمون لو حاجة طرية كده ولا حاجة بشيلها اهو. هنا بقى الناحية التانية انا حاطة حلة اهي. بصوا المية بتغلي اهي. هنزل بقى بشوية شوية ياخدوا كده غلوتين 3 واقوم مطلعة في حاجة، وفي الاخر احط الليمون كله هنا واحط عليه المية. تمام كده اغسله اول مرة اهو زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ افتح مش عارفة افتحها اهو. فتحتها شوية، نزل المية دي واحط مية تاني نضيفة. اعملوا كده من نظافة في البيت بجد جميل. انا عملته معاكم قبل كده. تمام، بس ده بقى يعني على السريع كده يبقى جميل. عاملة تاني بقى مية. تمام كده اقفلها بس كده خلاص المية كده نزلت كلها. حبايب قلبي الغاليين، ده كده تاني غسلة. ببدأ بقى احط كده في الطبق. تمام، هغسل بقى كل الكمية ونبدأ بقى ان شاء الله نسلقها مع بعض بطريقة سهلة. اهو حبايب قلبي المية بتغلي. هبدأ بقى انزل بالليمون بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا مش هقعد بقى اعمل واحدة واحدة، اعمل كده ايه مرة واحدة. بسم الله. احط شوية كمان على قد ما الحلة كده تاخد اهو. كده شوية اجيب شوية كمان وانا حاطاه كده في الحوض على طول. مطلعتش في حاجة تاني ولا حاجة. هنبدأ بقى نعمل العملية دي في الليمون كله. تمام اهو. بسم الله. مش هياخد معايا وقت خالص، ابعدها بس كده عشان النار. وهبدأ اجيب بقى حاجة نقلب بيها. طبعا هي المية بتغلي اهو زي ما انتوا شايفين. يا دوبك دقيقة واحدة يقلب كده واقوم مطلعه. تمام، هعمل بقى الكمية كلها وهوريها لكم ان شاء الله بعد ما اخلص. حبايب قلبي اهو ادي كده بقيت الكمية عملتها كده. هبدأ انزل بقى بيها هنا في المية دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طلعت الكمية التانية اهي في مية كده ساقعة اهو. لسه معايا بقى الكمية اللي هي ايه انا فتحتها وطبعا هعصفرها. بصوا اهي بالمنظر ده. ما نيجي نفتحها كده ما نكملش الفتح للاخر للبنات طبعا اللي ما يعرفوش. ما كملهاش للاخر واخليها بالمنظر ده. عايزه تحشيها بقى عصفر و اسمها ايه الاسود ده اسمه ايه، حبة البركة. تمام، نخلص بقى الكمية كلها ونرجع لكم. قلبي الغاليين خلاص خلصنا كده الكمية كلها.
طبعا نزلته في ميه بارده. وده كده الجزء اللي انا فتحته، هعمله محشي عصفر وحبه البركه تمام لوحدهم، عشان اللي حابب ياكل كده حابب، واللي حابب ياكل كده من غير حشو يعني ياكل تمام. طبعا انا عملته معاكم قبل كده بس ما عملتهوش مع اصفر. اكيد كلنا عارفين يعني الطريقه، ونحط له هريسه شطه وملح وكده وبنظبطه، وبنحط له بقى الملح بتاعه اللي بيملحه، بيبقى تمام. في خلال اسبوع بناكل منه، بيبقى زي الفل. يلا بحبكم في الله، هنهي الفيديو معاكم لحد كده. كل سنه وانتم طيبين، في رعايه الله وحفظه.